بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده ابطال اولى اعدادي هنشرح ازاي نسمي الاحماض والقلويات بطريقه سهله. ان شاء الله النهارده اقول لك طريقه سهله جدا تسمي بيها الاحماض، فان شاء الله نفهمها، واللي مش فاهمها ان شاء الله يفهمها. هناخد تسميه الاحماض والقلويات. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، قبل ما ناخد تسمية الأحماض والقلويات عايز أقول لك على حاجة. إن أي مركب في الدنيا قبل ما نبدأ التسمية، أي مركب في الدنيا مكون من شقين أو جزئين. عشان تبقى سهل عليكم خليها جزئين. أي مركب في الدنيا مكون من جزئين أو شقين، يعني لو مسكت مركب قسمته يتقسم لحاجتين. الشق الأول دايما بيبقى اللي هو الفلز. طب الفلز اللي هو اللي يفقد. طيب اللي بيفقد بيبقى كاتيون. والشق التاني دايما لا فلز، ولا فلز بيكتسب، واللي بيكتسب بيبقى انيون. يبقى اي مركب في الدنيا يا شباب بعد ما نصلي على النبي بيتكون من شقين. الشق الاولاني اي مركب في الدنيا، الشق الاولاني بيبقى كاتيون اللي هو الموجب، والشق التاني بيبقى انيون واللي هو السالب. وما ينفعش تبدل، يعني ما ينفعش اقول ابدا بالانيون الاول. اي مركب في الدنيا بيبدا بكاتيون وبعدين انيون. يبقى اي مركب في الدنيا يا شباب الشق الاولاني بيكون كاتيون اللي هو الجزء الموجب. طيب انا عايز دلوقتي اسمي الاحماض. الاحماض يا شباب يعني ايه احماض؟ قالك الاحماض بتبدا ب اتش، يعني اولها اتش. طيب الاتش ديت يا شباب كاتيون. يبقى الاحماض بتبدا ب اتش، وانا قلت لك اي مركب بيبدا بفلز بيبدا بكاتيون. يبقى كده معايا الاحماض بتبدا ب اتش يعني بتبدا بكاتيون. يبقى ناقص مين؟ ناقص الانيون. يبقى انا كده في الاحماض بتبدا ب اتش، الاحماض بتبدا ب اتش، الاحماض بتبدا ب اتش. طب الاتش ده بدات ب اتش يبقى بدات بالكاتيون، يبقى كده ناقص الانيون. يعني انا كده هسمي الانيون. يعني أنا يبقى الاحماض بتبدا ب اتش، يبقى كده الاحماض انا معايا الجزء الموجب، وناقصني مين؟ ناقصني الجزء السالب اللي هو ناقصني الانيون. ودي لسه هنعرف التسمية بتاعته. اللهم صل على النبي. طب القلويات دي لسه هناخد التسمية بتاعتها يا شباب، انا بديك بس تمهيد عشان ناخد التسمية دلوقتي. القلويات يا مستر، القلويات اخرها او اتش، اخرها او اتش. طب اللي اخره او اتش انا قلت لك المركب بيبدأ بكاتيون وينتهي بانيون. طب اللي اخره او اتش يبقى الاو اتش دي الانيون، يبقى ده الجزء السالب اللي هو الانيون. يبقى انا ناقصني مين؟ ناقصني الكاتيون. انا كده معايا الاو اتش زائد ده الجزء السالب اللي هو الانيون زائد ناقصني الكاتيون. اللهم صل على النبي. تعال ناخد تسمية الاحماض بالراحة. تسمية الاحماض. قال لي والله يا مستر انا عندي نوعين من الاحماض. قلت لك الاحماض بتبدأ ب اتش. عندي نوعين من الاحماض، عندي حاجة اسمها احماض غير اكسجينية. يعني ايه يا مستر احماض غير اكسجينية؟ يعني لا تحتوي على اكسجين، يعني ما عندهاش اكسجين. يبقى احماض غير اكسجينية يعني ما عندهاش اكسجين. وعندي احماض اكسجينية. طب يعني ايه يا مستر احماض اكسجينية؟ قال لي يعني احماض تحتوي على اكسجين. تاني، انا يا مستر عندي نوعين من الاحماض، عندي احماض غير اكسجينيه وعندي احماض اكسجينيه. يعني ايه احماض غير اكسجينيه؟ قال لي يا مستر الاحماض غير الاكسجينيه يعني احماض لا تحتوي على اكسجين. طيب يا مستر النوع التاني؟ قال لي احماض اكسجينيه يعني احماض تحتوي على اكسجين، يعني عندها اكسجين. هنا عندها اكسجين، دي ما عندهاش اكسجين. طب قال لي يا مستر انا عايز اسمي الغير اكسجينيه. تعالى نبدا. ازاي اسمي الاحماض اللي ما عندهاش اكسجين؟ يعني المركب ما فيهوش اكسجين اسميه ازاي؟
قال لي أول حاجة بعد ما تصلي على النبي أقول أول حاجة تسمية الأحماض اللي ما فيهاش أكسجين، بقول أول حاجة بقول حمض، وبعدين بقول كلمة الهيدرو، وبعدين بقول اسم الأنيو. تاني يا مستر، والله لو الحمض ما فيش أكسجين بسميه بقول حمض، وبعدين بقول هيدرو، وبعدين بقول اسم الأنيو. وقال لي اسم الأنيون يا مستر بيبقى فيه يه دال، بستبدل اليه دال واحط مكانه يه كاف. اسم الانيون بيبقى فيه المقطع يه دال، قال لي بتحوش اليه دال وتحط يه كاف. طب اديني مثال يا مستر. قال لي اتش سي ال. والله يا مستر اول حاجه انا بسال نفسي ده حمض ولا قلم يا مستر؟ والله ده حمض. عرفت ازاي؟ اوله اتش يا مستر، اوله اتش يبقى حمض، يبقى كده والله حمض. طب انا عايز اسميه يا مستر، اسال نفسي سؤال تاني، الحمض ده فيه اكسجين ولا ما فيهوش اكسجين؟ والله يا مستر الحمض ده ما فيهوش اكسجين، اتش سي ال يعني حمض ما فيهوش اكسجين. طالما ما فيهوش اكسجين يبقى همشي على القاعده دي، حمض زائد هيدرو زائد اسم الانيون مع استبدال اليه دال بيه كاف. تعال يبقى حمض. طالما ما فيش اكسجين يقول حمض الهيدرو. والحته دي ده اسم الانيون. انا قلت لك اي مركب مكون من حاجتين، كاتيون ده الموجب والانيون ده السالب، ده اسمه كلوريد. من تيب المقطع يه دال يبقى حوش اليه دال كلو، هي كلوريد لا، حوش اليه دال، حوش اليه دال، حوش اليه دال، حط مكانها يا مستر يه كاف. حمض الهيدرو كلوريك، هتحوش اليه دال وتحط مكانها يه كاف. لا يا مستر، واحدة تانية يا مستر عشان ما فهمتش، واحدة تانية. اتش بي ار. تعال اتش بي ار. والله يا مستر اسأل نفسي ده حمض ولا قلم؟ والله يا مستر ده حمض. ليه؟ عشان اوله اتش. طيب يا مستر طالما حمض يبقى معايا حاجتين، يا اما حمض فيه اكسجين يا اما حمض ما فيهوش اكسجين. حمض ما فيهوش اكسجين همشي بالقاعدة دي اهي، اقول حمض زائد الهيدرو واسم الانيون بستبدل المقطع يه دال بيه كاف، اقول حمض. والله يا مستر دلوقتي ما فيهوش اكسجين يبقى اقول حمض الهيدرو، حمض الهيدرو. والله يا مستر بي ار يعني اسمها بروميد. ما انت لازم يا شباب تحفظ عندك اسماء الكاتيونات واسماء الانيونات الاحاديه والثنائيه، لازم تبقى حافظهم، وتحفظ المجموعات الذريه عشان تعرف تسمي. ده حمض الهيدرو، دي بروميد. قال لي دي الجزء ده كده الانيون هنا اسمه بروميد. قال لي والله يا مستر الحوش اليه دال تحط يه كاف، بروميك. تعالى يا مستر، لا معلش يا مستر قول لي واحدة تانية معلش. أقول لك واحدة تاني، تعال اتش اي. والله يا مستر أنا قبل ما أسمي بسأل نفسي سؤال، هو حمض ولا قلم؟ يا مستر ده حمض. عرفت ازاي؟ أوله اتش يبقى حمض. تاني سؤال أسأل نفسي، طيب الحمض ده فيه أكسجين ولا ما فيهوش أكسجين؟ والله يا مستر ما فيهوش أكسجين. يبقى ما فيهوش أكسجين يبقى أمشي على القاعدة دي، حمض الهيدرو زائد اسم الأنيون واستبدل اليه دال بيه ك، يبقى حمض الهيدرو. ده يا مستر اسمه يوديد، يوديد حوش اليه دال حط يه ك، يبقى يوديك. زي الفل يا مستر. تعالى ناخد بقى دي. طب يا مستر الحمض لو فيه اكسجين، اقول لك تعالى ما تستعجلش. قال لك لو الحمض فيه اكسجين هتسمي كالتالي، هتقول لي كلمة حمض. هنا بقى يا مستر لو الحمض فيه اكسجين مش هقول هيدرو، لو الحمض فيه اكسجين ما تقولش هيدرو، لو الحمض فيه اكسجين ما تقولش هيدرو. هنا بقى يا مستر والله لو الحمض مفيهوش اكسجين فيه اكسجين هقول حمض زائد اسم الانيون، حمض زائد اسم الانيون. قال لي بس في حاجه يا مستر، قال لي لو الحمض فيه اكسجين هقول حمض زائد اسم الانيون. قال لي خلي بالك لو الانيون بينتهي، الانيون ينتهي او ينتهي بالمقطع ألف ت، لو الأنيون في ألف ت قال لي هتستبدل الألف ت وتحط مكانها يه ك. طب يا مستر لو الأنيون آخره يه ت قال لي هتحوش اليه ت، لو الأنيون آخره يه ت هتحوش اليه ت وتحط واو زي. تاني لا تاني يا مستر تاني عشان الحتة دي صعبة يا مستر. لا مش صعبة ولا حاجة، صلي على النبي. أول حاجة تسأل نفسك حمض ولا قلم يا مستر؟ ولا ده حمض. حمض
تمام. اسأل نفسك في أكسجين ولا ما فيهوش أكسجين؟ ما فيهوش أكسجين، هتقول حمض الهيدرو زائد اسم الأنيون، تستبدل اليه دال بيه كاف. طب يا مستر لو الحمض فيه أكسجين، والله لو فيه أكسجين ما تقولش هيدرو، في أكسجين ما تقولش هيدرو، هتقول حمض زائد اسم الأنيون، حمض زائد اسم الأنيون. والأنيون لو بينتهي بألف ت هتحوش الألف ت وتحط يه كاف. طب لو الأنيون يا مستر فيه ت، والله يا مستر لو الأنيون آخره يه ت هتحوش اليه ت وتحط واو زي. تعالى يا مستر اديني مثال عشان أفهم يا مستر. أقول لك حاضر. تعال اتش ان او 3. أول سؤال اسأل نفسك حمض ولا قلم؟ والله يا مستر ده حمض، عرفت ازاي أوله اتش يبقى حمض. يا مستر هسأل نفسي تاني، في اكسجين ولا ما فيهوش اكسجين؟ والله يا مستر ده عنده اكسجين، لو عنده اكسجين يا مستر هسمي كده اقول امشي على القاعده دي، طالما عنده اكسجين همشي على القاعده دي، حمض زائد اسم الانيون، يبقى اقول له حمض. هنا الانيون انا قلت لك اي مركب بيتكون من كاتيون اللي هو الموجب الاولاني والانيون اللي هو التاني، دي كلها على بعضها اسمها مجموعه ذريه اسمها النترات. يا مستر ده الانيون اخره الف وت، ما انا قلت لك لو اخره الف وت استبدل الالف وت بيه كاف، لو اخره الف وت استبدل الالف وت بيه كاف، يبقى حمض النترات النيتريك. استبدل الألف وت بالياء كاف. لا يا مستر لا ما فهمتش، خد واحدة تاني. اتش ان او 2. والله يا مستر أسأل نفسي هو حمض ولا قلم؟ والله يا مستر يبقى حمض أوله اتش. أسأل نفسي يا مستر بعد ما عرفت إن هو حمض، في أكسجين ولا ما فيهوش أكسجين؟ والله يا مستر ده في أكسجين، يبقى في أكسجين أقول حمض زائد اسم الأني، حمض زائد اسم الأنيون لو في ألف وت حوش الألف وت حط يه ك، الأنيون لو فيه يه ت حوش اليه ت حط واو زي. طيب يا مستر ده الأنيون، أي مركب بيتكون من جزء موجب كاتيون والجزء التاني اسمه الأنيون، الجزء الأنيون هنا اسمه نيتريت. يا مستر ده الأنيون آخره يه ت، قال لي لو آخره يه ت حوش اليه ت حط واو زي، أي واو زي، يبقى حمض النيتروز. حمض النيتروز حوش اليه ت حط واو زي، طالما فيها يه ت حوش اليه ت وحط واو زي. تعالى تعالى يا مستر. طيب قال لي H2SO4. والله يا مستر اسأل نفسي حمض ولا قلم؟ أول سؤال هسأله لنفسي يجي في بالي حمض يا مستر، ليه؟ عشان أوله اتش، يبقى حمض زائد اسم الأني، اسم الأني لو في ألف ت حوش الألف ت حط يه كاف، لو في يه ت حوش اليه ت حط واو زي، يبقى ألف ت حوشة حط مكانها يه كاف، لو يه ت حوشة حط مكانها واو زي. يا مستر ده موجب ده سالب، الجزء السالب هنا اسمه إيه؟ كبريتات. يا مستر ده الجزء السالب في اخره الف ت، مش الالف ت حط الف ت حط يه ك، يبقى الكبريتيك. تاني يا مستر H3PO4. لازم يا شباب تحل كتير وتحفظ عشان تعرف الدنيا تبقى سهلة معاك. هسأل نفسي حمض ولا قلم؟ والله يا مستر ده حمض، عرفت ازاي أوله اتش. تاني سؤال هسأله لنفسي في أكسجين ولا ما فيهوش أكسجين؟ في أكسجين يا مستر، يبقى أقول حمض زائد اسم الآني، اللي حمض الأول موجب والتاني سالب BO4، المجموعة دي اسمها الفوسفات، الفوسفات آخره ألف وت حش الألف ت حط يه ك، بس خلي بالك الفوسفيك. لا العلماء قال لك بقى خلي بالك من الاسم ده اللي هو H3PO4، قال لك الفوسفيك ده اسم، العلماء قال لك الاسم ده مش كويس، فالعلماء قال لك لا احنا هنقول حمض، وده البي جايه من الفوسفور، قال لك الفوسفور هنكتب الفوسفور، وهي مش هنكتب فوسفيك، وهنحوش برضو الالف وت ونحط يه كاف الفوسفوريك، يعني هنكتب فوسفور وريك، هو ده بس اللي مختلف. بدل ما اقول فوسفيك قال لك لا الاسم لا ما عجبهمش الاسم ده، فقال لك الفوسفوريك، حمض الفوسفوريك. يا رب تكون الدنيا سهله، يا رب تكون الدنيا سهله. تعال تسمية القلويات. قال لي بقى والله يا مستر تسمية القلويات دي حاجة سهلة جدا. والله يا مستر انت قلت لي القلويات يعني اخرها او اتش، يعني انا كده معايا اسم الانيون السالب، معايا كده الانيون، يبقى القلويات فيها او اتش،
قال لي بسميها ازاي؟ قال لي بقول كلمة هيدروكسيد. يبقى بسمي القلوات ازاي؟ بقول هيدروكسيد زائد اسم الكاتيون على طول، ما ببدلش ولا بحط ولا بغير. يبقى بسمي القلوات ازاي؟ بقول هيدروكسيد زائد اسم الكاتيون، بقول هيدروكسيد زائد اسم الكاتيون. تعالى يا مستر اديني مثال. NaOH. NaOH يا مستر، اول سؤال اساله لنفسي، حمض ولا قلوي؟ ده قلوي يا مستر. عرفت ازاي؟ اخره OH، اخره OH، اخره OH. طب يا مستر هسميه ازاي؟ قلت لك لو قلوي اخره OH قول لي هيدروكسيد. هيدروكسيد. ده موجب كاتيون، ده سالب انيون. انا كده معايا الانيون، يبقى ناقص الكاتيون. الكاتيون اللي هو داتي، انا قلت لك قول هيدروكسيد زي الاسم الكاتيون. الكاتيون ده اسمه ايه؟ الصوديوم. يبقى هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم. تعالى يا مستر واحده تانية يا مستر معانا. LiOH. اول موجب التاني سالب. اسال نفسك حمض ولا قلوي؟ يا مستر ده قلوي اخره OH، يبقى تقول لي هيدروكسيد زائد اسم الكاتيون. هيدروكسيد. الكاتيون اللي هو الاولاني اسمه ايه؟ ليثيوم. هيدروكسيد الليثيوم. طب يا مستر معلش مثال تاني، حاضر. AgOH. AgOH. والله يا مستر انا هسأل نفسي سؤال، ده حمض ولا قلوي؟ يا مستر والله ده قلوي، ده اخره OH. يبقى التسمية تمشي ازاي؟ اقول هيدروكسيد زائد اسم الكاتيون. الكاتيون اللي هو الاولاني اسمه ايه؟ فضة. يبقى هيدروكسيد الفضة. طب معلش يا مستر واحدة تانية، هغلبك يا مستر. معلش. MgOH باي 2. طب يا مستر اسميها ازاي؟ ده فيها قوس واتنين، ولا تشغل بالك، مالكش دعوة بالقوس والارقام دي. انت اسأل نفسك حمض ولا قلوي؟ يا مستر والله ده قلوي اخر OH يبقى قلوي. هتسمي ازاي؟ تقول لي هيدروكسيد زائد اسم الكاتيون. الكاتيون اللي هو الاولاني اسمه ايه؟ مغنيسيوم. يبقى هيدروكسيد مغنيسيوم. هيدروكسيد المغنيسيوم. طب معلش يا مستر واحدة تاني، واحدة تاني، وراناش حاجة، نقول واحدة تاني. AlOH باي 3. يا مستر اسأل نفسي حمض ولا قلوي؟ ده قلوي اخر OH يبقى سام. اول حمض زائد ايه؟ اقول معلش حمض ايه؟ حمض ايه؟ انا اللي غلطت. يا مستر ده قلوي، اقول ايه؟ هيدروكسيد. هيدروكسيد زائد اسم الكاتيون. الكاتيون الاولاني اسم الكاتيون هنا ألمونيوم. الألمونيوم. يبقى هيدروكسيد الألمونيوم ده اسمه هيدروكسيد الألمونيوم. هديك شوية أمثلة بقى يا شباب، وتحلهم وتبعت حلهم في التعليقات. تكتب لي الحل بتاعهم في التعليقات بس. أتمنى أي حد هيفهم يا شباب يصلي على النبي، صلي على النبي في التعليقات، وتبعت لي الحل بتاع الأمثلة اللي أنا هكتبها لك دي. هتسمي وتبعت لي الحل. هتسمي وتبعت لي الحل. تبعت الحل في التعليقات. تبعت لي الحل في التعليقات. تبعت لي الحل في التعليقات. 11 NaOH. 12 CaOH باي 2. 13. معلش كتير، درب نفسك، انا كاتب لك كتير عشان تدرب نفسك. درب نفسك. درب نفسك، واي حاجه مش فاهمها اكتب لي في التعليقات، وان شاء الله انزلها لكم في الشرح.
أي جزئية صعبة عندك نزلها لي في التعليقات، وإن شاء الله أنزلها لكم شرح. بحبكم جدا، إن شاء الله مع بعض نذاكر نجتهد، وإن شاء الله تجيبوا أعلى الدرجات. صلوا على النبي في التعليقات، وأي حاجة مش فاهمها يكتب لي، واللي عايز مني أي حاجة يا شباب يكلمني على الرقم ده: 011 4 8 1 3 9 8 3 4. أي حاجة مش فاهمها كلمني على الرقم ده. السلام عليكم. متنساش تصلي على النبي، ولو فهمت اكتب لي هنا تعليق حلو، بس مش عايز منك أي تعليق، أنا عايزك تصلي على النبي بس. السلام عليكم.